أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن قائمة ال10 المرشحين لجائزة أفضل لاعب في أوروبا لموسم 2015-2016 على أن يتم تقليص القائمة إلى 3 لاعبين في 5 من آب أغسطس المقبل، وسيتم الكشف عن هوية الفائز في 25 منها. وضمت اللائحة 4 لاعبين من ريال مدريد، وهم النجم كريستيانو رونالدو وجاريث بيل وتوني كروس وبيبي، كما شملت القائمة نجمي برشلونة ليونيل ميسي ولويس سواريز، والحارسين جون ويجي بايرن توماس مولر، بالإضافة إلى أنطوان غريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد. وكان لافتا حصول النجم الجزائري رياض محرز على المركز 11 بعد تألقه مع ليستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز. في الثعالب هذا الصيف، صحيفة الجارديان البريطانية كتبت أن محرز سيستعد لعرض أو لرفض العرض المقدم من ليستر لتجديد عقده، حيث يرغب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي في خوض تحدي جديد بعيدا عن حامل اللقب البريمير ليج. هذا وكذا الإيطالي كلاوديو رانيري مدرب ليستر سيتي الإنجليزي أنه واثق في بقاء مهاجم الفريق رياض محرز. قال رانيري في تصريحات نقلها موقع 442 أنه واثق جدا من بقاء محرز مع ليستر، أنه سعيد مع المجموعة ولا يريد الرحيل. هذا الصيف، الإيطالي الشهير المختص في الانتقالات جيان لوكا دي ماريتزيو كشف السبت عبر موقعه الرسمي أن نادي نابولي الإيطالي أبدى خلال الساعات الأخيرة رغبته في التعاقد مع المهاجم الجزائري إسلام سليماني مهاجم نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي. نادي الجنوب الإيطالي حول اهتماماته إلى سليماني بعد استحالة التعاقد مع بعض المهاجمين على رأسهم الإسباني موراتا، لكن سبورتينغ لا يبدو متحمسا إطلاقا لتسريح قناصه الذي دخل تربص ويعول على القيام بأفضل تحضير للتألق الموسم المقبل. جينيزيو أدلى بتصريحات الجمعة تحدث فيها عن وضعية مهاجمه الدولي الجزائري رشيد غزال الذي لم يتوصل مع رئيسه جون ميشيل أولاس لاتفاق لتمديد عقده. وقال المدرب الذي بدا منزعجا من هذه الوضعية أنه يريد أن يحسم لاعبه في قراره النهائي في أقرب وقت. أيضا لتمديد عقده رفقة فريقه الحالي ليستر سيتي. مع ليستر سيتي، المجلة أكدت أن أفضل لاعب في البريمير ليج الموسم الماضي أيضا لتمديد عقده رفقة فريقه الحالي ليستر سيتي. مع ليستر سيتي، المجلة أكدت أن أفضل لاعب في البريمير ليج الموسم الماضي يعتزم تغيير الأجواء وخوض تجربة جديدة في أحد الأندية الكبيرة، رغم أن بطل الدوري الإنجليزي عرض عليه تمديد عقده الذي ينتهي صيف 2019 براتب سنوي يصل إلى 6 ملايين يورو. وبحسب فرانس فوتبول فإن محرز اقترب من برشلونة. ذكرت مصادر صحفية برشلونة إذن ما هو أكيد هو مهتم بحاتم بن عرفة، وقد يكون أيضا من بين المهتمين بالنجم الصاعد الآخر في الجزائر رياض محرز أمينة الذي حاز على لقب الدوري الإنجليزي مع ليستر سيتي، وكذلك على لقب أفضل لاعب في إنجلترا. رياض محرز ليستر سيتي بالطبع يريد أن يبقى، لديه الإمكانيات كي يبقيه معه، ولكن هناك أيضا العدد كبير من الأندية تريد رياض محرز، من بينها أندية إنجليزية يتحدثون عن ليفربول، عن مانشستر سيتي، عن مانشستر يونايتد، عن أرسنال، وكذلك عن دورتموند، عن بايرن، عن برشلونة وريال مدريد. رياض محرز هل تلتحق ايضا بالام اس ان ام بالبي بي سي؟ لا راح يبقى بليستر سيتي، لانه يعني لما يكون لاعب تشوف يعني كل اللقب، مثل اللقب اللي اخذه رياض محرز كاحسن لاعب في الدوري الانجليزي، والنادي اللي راهو فيه اخذ يعني لو تيتر لهذا الموسم، مع انه ليستر سيتي يعني ولا مره ممكن اخذ لا المره الاولى ولا مره اخذ لقب مثل هذا. ما نظنش انهم راح يتخلاوا عليه بهذه السهوله، حتى لو يعني البريزيدون يعني الرئيس كان صك كبير يتخلاوا عليه. لا انا راح نقول لكم معلومه ثانيه، انه البريزيدون تاع النادي ليستر سيتي هو ملياردير كبير تايلاندي، يعني قال لهم لو طلب واش طلب ما راحش نتخلى على رياض محرز، لانه ولا مره كان ليستر سيتي يعني راح يدير في باله انه راح يلحق لهذا المستوى وراح ياخذ هذا اللقب.
اللقب. فنظن انه ما زال عنده موسم واحد اخر مع ليستر سيتي، خاصة أن ليستر سيتي سيشارك في دوري الأبطال، وخاصة مثل ما أيضاً قال أن الأندية الإنجليزية سيكون لديها أيضا إمكانيات مادية ومالية إضافية في الموسم المقبل. هو كريستيان فوكس لاعب ليستر قال أنه مغادرة ليستر في الوقت الحالي هو نوع من الجنون، وذلك نجيب على سؤال رياض محرز ممكن أن يغادر ليستر سيتي أو لا، لأنه أبطال أوروبا الموسم القادم يعني حلم كل لاعب في ولكن كل الأندية التي تريد محرز أيضا تشارك في البطولات. كيف ترى أنت لمين، كيف ستحصل الأمور، ما هي مصلحة محرز برأيك، يعني إذا كان لديك رأي في هذا المجال؟ هو كل لاعب عنده لا طموحات، وكذلك عنده يبلانيفي ان كارير، يعني ان بلان كارير كما نقولوا. ولهذا نظن انه محرز في ليستر سيتي الموسم تاعو ثالث، الحق للبطوله، يعني زاد في المستوى من سنه الى سنه، ونظن ما يقدرش يزيد يدير واش دار هذا الموسم، لانه علاش عامل الصدفه لم يعد من الممكن ان يتحسن أبداً. أن يتطور في ليستر. نقول انا ابدا، لانه عامل الصدفه مش راح يكون للايستر مش راح تكون عندها نفس المستوى، لانه هذا الموسم ما نساوش انه الفرق الكبرى يعني ما كانوش في المستوى في البطوله، ما نقصش من قيمتهم، ولكن عندما تشوف مباريات ليستر كانت صعيبه جدا. الفوز تاعهم كان يكون صعيب تقريبا بان اكسبلو انديفيدوال تاع محرز فاردي والباقي يدافع، برانيري كذلك بالاضافه رانيري الحنكه والخبره. ولكن نظن انا من مصلحه محرز انه يتخطى مستوى اخر، يعني يروح الفريق كبير، لانه فرصه العمر ربما ما يديرش موسم كبير هذا الموسم وتعاود تحبط لاكوت تاعو. وفي الفوتبول في كره القدم العالميه كل شيء يمشي بسرعه. انا من رايي انه محرز لازم يروح الفريق كبير، ولو ما نقص من قيمه لايستر. باطل انجلترا ماهوش سهل تلعب لا ليغ دي شامبيون، ولكن نظن انه محرز الان راهو في طينه لاعب تاع برشلونه او ريال مدريد او من هذا القبيل. يعني عندنا لا أدري إذا كان باستطاعتنا أن نتحدث عن صدفة بالنسبة لليستر سيتي. بفعل أن هذا الفريق تصدر منذ البداية، ونتائجه بغض النظر عن نتائج البيك فور والأندية الكبيرة جيدة، يعني لم يخسر كثيرا. ليستر سيتي 3 أو 4 هزائم فقط. إذا هو بحد ذاته لا كيف لك صدفة، يعني ما نظنش أنه ليستر الموسم القادم راح يكون بطل إنجلترا. حتى يعني بلاك بيرن في 92 ليدز بعض الفرق جات خذت بطولة وبعد ما شفنا مثلا في فرنسا هنا في عام مونبولييه توج وفيما بعد عادت ما يكونفيرميوش هذه الفرق اللي تاخذ بطولة في عام صدفة. مش صدفة يعني عملوا وداروا الاخر، لكن لازم على مستوى الفرق وعلى مستوى البالماريس على مستوى التاريخ لازم تاكد الفوز. يعني لامين حب يقول انه كاين في فرق انها يعني مرة في عمرها يعني تاخذ معطيات، عدة معطيات اللي يتلاقاو يخليوا ان الفريق هذا يوصل للمستوى العالي. لكن ما نظنش انه رياض محرز راح يترك النادي تاعو هذا الموسم. لمين يعتقد ان مصلحة محرز ان يذهب؟ هل مصلحة ايضا النادي ان يذهب محرز، لانه ايضا هو النادي سيحقق صفقة كبيرة؟ أنا على عكس رأي لمين، لأنه ليستر سيتي سيضع كل الثقل في النادي لتطوير الموسم المقبل واللعب في الشامبيونز ليج، ويمكن نحن نقول أنه ليستر سيغير المشهد الكروي في بريطانيا في البطولات الأوروبية في المستقبل. أنا هذا اعتقادي. سينضم إلى لائحة البيج فور، هم بيج 7 يعني أصبح إذا أضفنا ليفربول وتشيلسي وأرسنال ومانشستر سيتي ويونايتد إلى آخره وتوتنهام الآن، أندية كثيرة كبيرة. ولكن موضوعنا الأخير الآن بعيد عن الدوري الإنجليزي، يتعلق بميشيل بلاتيني وقرار التاس، محكمة التحكيم الرياضي التي قررت استبعاد ميشيل بلاتيني عن عالم كرة القدم ل4 أعوام بدل 6 حسب ما كان حكم عليه في الماضي، ولكن تعتبره في النهاية مذنبا، ليس بالرشوة لأنه هو ليس متهم بالرشوة، إنما بتضارب المصالح وسوء استخدام المنصب. إذا بلاتيني بين يديه تتحول كرة القدم إلى لوحة مبهرة يرسم بريشته ما يشاهده بعينه عبر شاشات التلفزيون، فيتحول نجما بقيمة صانع ربيع مانشستر سيتي رياض محرز إلى عمل فني فيه كل معاني الإبداع والجمال. هكذا هي أعمال الطفل محمد قريقع، مبهرة كما كرة القدم، مستفزة للعين كما أشهر وأقوى مباريات العالم. رصدناه في لحظة إبداع، فكان هذا التقرير. نتابع.
والألوان فريقه، لا يخسر ولا يتعادل، بل يفوز بفنه دائما. إنه دافنشي غزة الصغير، أو سموه إن شئتم ميسي الرسم. أنا الرسام محمد محمود قريقع، عمري 14 سنة، بديت أرسم من عمري 5 سنين. حصلت على كثير جوائز، يعني الرسم صار جزء من حياتي، لدرجة إن أنا صرت كل يوم أرسم وأنزل على النت، كل يوم أرسم وأنزل على النت. انشهرت توسعت في المجال بزيادة. شأنه شأن الكثيرين من أبناء جيله. يحب محمد كرة القدم، فجسد شغفه من خلال لوحاته كهذه مثلا. وصلت صاحبها نجم نجوم البريمير ليج رياض محرز. أنا رسمت اللوحة على لاعب الكرة رياض محرز. طبعا نزلتها على الفيسبوك ولقت يعني صدى كبير جدا على مواقع التواصل الاجتماعي. فأنا حبيت إني أوضح صورة للعالم. أنا بحب الرياضة، وأنا حبيت إني أظهر حب للرياضة عن طريق الرسم. جمهور فن محمد في ازدياد مستمر، وما توثيق فيسبوك لصفحته إلا دليل على ذلك. محمد النخالة لبرنامج فيتي قناة الكاس، غزة.